مساء الخير. اليوم رح نعمل مع بعض المقروطة. والمقروطة من ألذ وأطيب أنواع الكعك، ورح نعملها بطريقة سهلة وبسيطة مع ضمان نجاحها من أول مرة. وهاي الطريقة طريقة أمي، الله يعطيها الصحة والعافية، ومعتمديتها من سنين طويلة، ومستحيل تغيرها، لأنها بالفعل لما تجربوها راح تلاحظوا إنها أطيب وألذ من الكعك والمقروطة الجاهزة. تابعوا معي الطريقة لتتعرفوا على خطوات العمل خطوة بخطوة. في البداية راح نبلش بالتمر. عندي هون 3 كيلو تمر كافيات تقريبا ل2 كيلو طحين. طبعا هون استخدمت تمر معجون، بس رح أضيف له المطيبات. بضيف لهم 6 معالق كبار من السمنة، وهون أنا استخدمت سمن حيواني، وممكن تستخدموا أي نوع سمنة بدكم إياه. و4 معالق كبار من القرفة، و6 معالق كبار من اليانسون المطحون، و6 معالق كبار من الشومر المطحون، ومعلقة صغيرة من جوزة الطيب. بعجنهم مزبوط، وبهيك التمر عندي صار جاهز، وبتركه على جنب. هسا رح نحكي عن مقادير العجينة. استخدمت 2 كيلو من الطحين، تقريبا بالكاسات بيجوا 10 كاسات طحين. رح نحط عليهم كاس كبيرة من سميد الفرخة الناعم، ورشة من الملح، وكاس كبيرة من السكر الناعم. وعندي هون 4 معالق كبار من حبة البركة المحمصة، و4 معالق كبار من السمسم المحمص، ونص معلقة صغيرة من الخميرة الفورية. أهم شي إنه ما تبالغوا بكمية الخميرة، فقط نص معلقة صغيرة كافية على 2 كيلو من الطحين. ومعلقتين كبار من الحليب البودرة، ومعلقة صغيرة من جوزة الطيب، ومعلقتين كبار محمصات من اليانسون الحب، ومعلقة صغيرة من المحلب المطحون. وبرضو لا تبالغوا بكمية المحلب، لأنه كثرته على العجين بيخلي العجين مر. ونص معلقة صغيرة من المستكة المطحونة. بخلط النواشف مع بعض مزبوط. هسا بنيجي نحكي عن كمية الزيوت اللي راح نستخدمها ل2 كيلو طحين. حطيت عليهم 4 كاسات سمنة، والأفضل استخدام سمن حيواني. هون السمنة ضروري تكون مذوبة مثل هيك ودافية. راح أحط كمان نص كاسة زبدة مذوبة بدرجة حرارة المطبخ، ونص كاسة زيت زيتون. زيت الزيتون بوصفة المقروطة بيعطي للعجينة طعم جدا رائع، لكن الكثرة باستخدامه بدل السمنة بيغمق لون العجينة، فنص كاسة كافية. ببلش أفرك الطحين بالسمنة، ومجرد ما شرب الطحين كل السمنة هسا بحط السوائل، لكن بالتدريج، لأنه من طحين لطحين بيفرق. بكون محضر كاستين حليب سائل دافي، وضروري يكون دافي. بحطهم بالتدريج على مراحل، وببلش أعجن أول بأول. هون استعملت الكاستين كاملات، وأهم إشي العيار يكون بنفس الكاس، وضروري نضل نعجن فيها مزبوط لحتى نحصل على عجينة طرية وناعمة وما تتشقق. هسا بغطيها وبخليها ترتاح من ساعة لساعتين، وكل ما أخذت راحتها بالتخمير أعطتنا نتيجة أفضل. نيجي لطريقة التشكيل. بقطع العجينة لكرات وبخليها على جنب، ورح أرج التمر عشان يسهل علي مده. بستخدم ورقتين من الزبدة، وبحط قطعة التمر بالنص بالشكل هاد، وببلش أرج فيها بالشوبك. باخد قطعة من العجين بركها بالشوبك مزبوط، وضروري العجينة ما تكون خميلة.
وبنجيب قطعة التمر اللي رقيناها وبحطها على العجينة، وأي مكان فاضي بالعجينة بعبيها بالتمر. ببلش ألفها على شكل اسطواني، وضروري ما يكون عدد اللفات مبالغ فيه عشان ما تطلع معاي خميلة أثناء الشوي. ومجرد ما بنتهي من اللف بسكرها من الأطراف مظبوط. هون أنا عملت كل الكمية كاملة، وبالآخر ببلش أقطع فيهم كلهم مرة واحدة. وبعد ما خلصت الكمية كاملة أخذت كل قطعة ومديتها بالشكل هاد، وحطيت كمية وفيرة من السمسم، طبعا اختياري بس بيعطينا شكل وطعم جدا رائع. بكبس العجينة على السمسم من جميع الجهات، وآخر شي برق العجينة إشي بسيط، وببلش أقطع فيها بالسكين، بس أنا استخدمت هون قطعة البطاطا، جدا ساعدتني بالتقطيع. بحطهم بالصواني المفروشة بورق الزبدة، طبعا اختياري، إذا مش متوفر ممكن الاستغناء عنه. وبدخلهم الفرن على درجة حرارة 200، طبعا النار من تحت. مجرد ما شفت الأطراف بلشت تتحمر بطفي من تحت وبشغل الشواية من فوق. وبهيك بنكون خلصنا وصفتنا لليوم. بتمنى تجربوها لأنها فعلا طريقة مميزة ومضمونة، ورح تزبط معاكم من أول مرة وتعطيكم نتيجة مبهرة. طبعا الريحة جدا رائعة، ريحة اليانسون والسمسم وحبة البركة. ضروري تجربوها وتعطوني رأيكم، وبتمنى تعجبكم. وإذا عجبتكم بتمنى تعملوا لي لايك وشير ومتابعة للقناة، ويعطيكم ألف عافية وصحتين وهنا.